شوفي يا حبيبتي، انا جالي كلام لنفسي انا شخصيا. آه، انك ليكي علاقه بالورق اللي كان مع مروه. تمام، حلو سؤالي. ارد عليكي. خاصه هويه عمر المحبه. حلو قوي السؤال ده. مش هرد عليكي بلساني، هرد عليكي بحاجه تانية. يلا، مش سالتي السؤال، هرد عليكي. كله هيقول لي ما ترديش عليها عشان عاملين لك مش عارفه ايه، لكن انا هرد. بس مش هرد بلساني. اولا، موضوع الشخص المذكور اللي انت ذكرتيه انا بشفق عليه، لان انا شفت له فيديو بيصرخ وبينادي عليه ومحدش وقف معاه. كانوا كلهم مفكرين ان هو خلاص. ده اول حاجه. الموضوع التاني بقى، وكان برضو بينادي على الفنانه زي ما انا ناديت، قلت لها اطلعي قولي ان انا كذا، ما طلعتش. احنا مش مستنيينها تطلع. ارد عليكي في موضوع مروه، ويمكن انا رديت من كام يوم عشان اوريكي ان انا مش عليا علاقه بيها نهائيا. ثواني، هرد عليكي. مروه لو انا خلوني اخش معاها عشان الجيش بتاعها، كان عايزيني ان انا اساندها في ان هم كلهم جم عليها. لكن الفعل اللي هي فعلته انا ما بنكروش، بدليل ان في عز اللي هي عملته انا طلعت ما كانش حد قادر يقف قدامها، وطلعت شتمتني بعديها وقالت كابي مع ليلى، وكابي مع فلان، وكابي. هجيب لك ده بس عشان اريحكم من الجزئيه دي. ثواني بس الاقي الفيديو. رغم ان انا عارفه ان السؤال وراه استدراج، بس انا ما يفرقش معايا لان انا عارفه انا ايه كويس قوي. بس تلاقي الفنانه ما قالتش لزميل حضرتك اللي انا عملته ساعتها، او هو ما كانش يعرفني. يلا، اهو يلا. حتى هبه شيكه فيها قلت هبه ما خدتش اعضاء. ولما طلعت انا كان هبه بالنسبه لي الموقف بتاع ان هي خلاص هو مات وهي رايحه المقابر، قلت لها ما تروحيش تاني، خلاص حصل اللي حصل. لكن انا هبه كان عندي اسقاط عليها. لكن حتى في موضوع الاعضاء انا ما اتكلمتش، قلت لا. قلت لهم اعضاء ايه بتاعت شيكا؟ هو شيكا كان عنده اعضاء؟ ده شيكا كان رايح تعبان اهو الكلام. فيها القط ديك على ده عشان ده هو اللي كان بس بيتحط فيه القط. فين يا ماما الاعضاء اللي كانت عند شيكا؟ انت هتتحاسبي مش على الكلام اللي قلتيه على شيكا، لان اي حد انسان بيفهم والكلام ده اتقال مش هيقتنع بيه، وهيقول ده كلام واحده بتهوي على المنطقه اللي تحت. لكن انت هتتحاسبي على الكلام التاني اللي قلتيه في نفس الفيديو. قلتي بيتاجروا في الاعضاء، وقلتي شبكه معموله في السعوديه، وقلتي كمان وقبليها بتقولي ان انت بنت الرئيس، ودلوقتي بتقولي على رئيسنا اللي موجود ان هو خلاص. مش هقدر اقول اللفظ اللي قلتيه على الرئيس. انت هتتعاقبي عشان انت على الارض هنا. بهجت صابر هناك بنت، انت هنا. لو ما اتجابتيش حتى لو انت بنت حسني ولا في تحاليل ولا غيره، في وقت ما كانش حد فيكم قادر يقف قدامها. وهقول لكم قالت عليا ايه، لكن انا استنفرت فعل ان احنا رميناها واحنا اللي بنسخنها ونسيبها لوحدها. ده اللي استنفرته. لكن الفعل اللي فعلته كان غلط. انت ليكي قضيه، ما تخشيش في حاجه تانية. سخنوها وادوها اللجام وقالوا لو كان ممكن تعملوا معايا نفس اللعبه. بس انا دماغي غير، لان انا قضيتي غير، مش بتاعتنا ماما. دي تعملوا فيها القط. ممكن كان بالذات تعرف الشخص من عينيه،
لكن ده ابن كلب ممكن يقول اي كلام، لان الشيطان ساعات يبقى قاعد عليه، لكن جه عليها حارس، والحارس ما يدخلش الشيطان. صلح الحكم لصالح اسرائيل بيبيع العاصمه الاداريه للاسرائيليين. شفتوا وساخه اكتر من كده؟ وساخه دلوقتي. ايوه واخده الجرعه فين يا بنت؟ واخداها فين الجرعه؟ هو يعني تعالوا بقى، دخلت الفنانة. انا ما كنتش برد على اللي هي، انا بستنفر الفعل. معاكي روحي زي كده، انا معايا اثبات، رحت قلت اخواني اثبات معايا ما يثبت ذلك، ومن حقي لو شفت ابويا اخواني اقول عليه اخواني، قانوني يسمح لي بذلك، رئيسي قايل لي كده. طب لو جوزي البسه برضه، هما بقى يدخلوه يشوفوه اخواني ولا مش اخواني، انا شاكه ان هو اخواني، خلاص ده اللي انا اعرفه. تعالوا بقى شوفوا هي قالت عليا ايه. السلام عليكم. انا والله ما كنت عايزه اتكلم عن موضوع ابراهيم شيك وتجاره الاعضاء دي خالص. بصوا كاتبه لها ايه. كان في دماغي اصلا، بس اما الموضوع بقى. لا يا حلوه. اهو رديت انا برضو. لا يا حلوه، الرد هيجي من عندي انا، وهسمعك اللي انت ما سمعتوش خالص في حياتك، وكمان هفتح لك بقى كل الملفات بتاعتك، وسجنك هيبقى على ايديا انا. ايه يا حابه؟ يطلع يبقى ازاي؟ وقلت لها ادام حطيت اللي سبوت عليكي يبقى هتتاخدي. حصل ولا ما حصلش؟ لكن انا ضد ان انتوا سبتوها شويه محاميين جهله. انت داخل في قضيه تروح رايح عايز تثبت نسب يا جاهل، عندها قضيه تانية تخش تثبت نسب، ونسب مع مين؟ يبقى انتوا كنتوا عايزين تدمروها. حتى لو هي اخطأت وفعلت اللي فعلته عشان حد ماشي وراها واداها المستندات واحنا عارفين مين اللي اداها، هتكذبوا بقى وتقولوا انتوا مش عارفين؟ لا، انتوا عارفين مين اللي اداها ومين اللي كان في عبكم وعارف عنكم كل حاجه، واللي اداها منكم فيكم، اللي اداها منكم فيكم، ومع ذلك دخلتوه تاني. لكن انا كان عتابي هنا نفس عتابهم التانيين برضو. انت كمحامي هم داخلين في سب وقصف، كان المفروض انت كمان تقدم ان موكلتي عملت كده عشان كذا كذا، مش عشان اثبات نسب. خليت القضيه راحت في اتجاه تاني. لما هي قضيتها بقالها سنين من بعد الثوره وهي بتتكلم في ذلك، وديتها انت هناك ليه؟ يبقى انت عايز تكسرها، وده اللي انتوا عملتوه. لكن كان المفروض تردوا على الموجه لها. جبتش المعلومات منين؟ مين اللي اداها لك؟ مين اللي قال لك اعملي ذلك؟ لو كانت قالت مين كانت الدنيا هتعدي. لكن معنى ان هي تقول مفيش او ما قالتش الشخص اللي عمل ذلك، يبقى الشخص لسه موجود معاها وبيطمعها كمان ان هو برضه هيطلعها من اللي هي فيه وهيثبت موضوع والدها، لان كل اللي هي عايزاه موضوع ابوها. لو جيت اتكلمت عن أليكس مموت واحد مسلم من 13 سنة من أيام الثورة، عشان كده ما يقدرش يخشها هنا تاني، مش هيقدر يطلع تاني، وهو عارف هو عمل إيه أيام الثورة. عشان كده قلت له الدم ده دمي واللون ده من تيني، لو انتوا فاكرين. أنا عارفة أنا برمي فين. تعالوا بقى اسمعوا هي قالت عليا إيه. الكلمة اللي انتوا اخدتوها وابتديتوا تداولوها اهي. مروة وكلامها، كلمت مرة بعدها ما كلمتش تاني، وكلامها على يبقى ازاي انا كنت معاها وانا ضدها. نعم قولي لي يفهم موالع على الحلوين. مروة بنت الرئيس.
السلام عليكم. بصي، كابي وليلى الشبح قبل كده كانوا واقعين مع بعض، وكابي كانت بتهاجم ازاي اتفقوا مع بعض. بصي يا استاذ، اما في اعداء بيبقوا ماسكين في بعض ومقطعين في بعض ويحسوا بخطر داهم عليهم او خطر جاي عليهم هينهيهم كلهم، بيتحدوا مع بعض لحد ما يخلصوا من الخطر ده، وبعدين بعد ما يخلصوا من الخطر يتدوروا على بعض. صباح الخير. لما جيتوا سألتوني على القاضي فعلا كان جنبنا واحنا في مراسي. اول ما هي دخلت قال لي المحاميين اللي معاها هم لبسوها. لما انتوا برضو بتتكلموا على الحته دي، لكن مش معنى كده ان هم بيقولوا اذا كانت هي اخطأت، لان هي قالت ملفات ما كانش ينفع، لان الملفات دي تهين مجتمع كامل، مش تهينها هي كشخص او تهين فلان او تهين علان، لا، لان الموضوع كان داخل في دولة. لكن في فرق لما اقول فلان اخواني يتحط تحت كذا مسمى، لكن في فرق لما اقول ان الدولة دي كلها فيها 1 2 3. فالموضوع هنا اخد شكل لنا احنا خارجيا مش حلو. هتقولي لي طب انتي قلتي على الراجل ده اخواني بناء على ايه؟ بناء على البلطجيه، بناء ان انت طلعت ليك فيديو، وانت الفيديو ده لو احنا سمعناه كامل يدينك مدانه كبيره، اللي هو نفس الفيديو اللي فيه سب الدين. ان الولد قال لك انا هفتح من الاوروبي وهطلع لك مش عارفه ايه وهعمل لك فيهم 1 2 3، وبرضه انت رديت قلت انا هحاسبهم بالقانون، وقعدت تقول ان هم كلهم بيقولوا عليا 1 2 3. يعني معنى كده يا فندم ان كله قايل عليك كده، مش انا بس، كل الناس قالت عليك نفس الكلام. عشان كده قلت لك لما هقف قدامك مش هجيب محاميين، انا اللي هقف قدامك، لان انا هعرف اقول لك اللي انا عايزه اقوله. انت قلت في نفس الفيديو اروح ابرأ نفسي امام المخابرات او الامن الوطني المصري. اتفضل يا فندم.